الدهب دايما كان ليه سحر خاص عند البشر من آلاف السنين، من زمان جدا. الحضارات القديمة كانت بتعتبر الدهب معدن مقدس. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم على واحد من أغلى المعادن وأكثرها قيمة في تاريخ البشرية، الدهب. وإيه اللي خلى الدهب يبقى بالشكل ده، وليه لغاية النهاردة بيعتبر رمز للغنى والقوة. تعالوا نعرف إزاي كان الدهب وما زال له قيمة عند الناس وفي حياتهم، سواء في الماضي أو في الحاضر. القدماء المصريين كانوا مثلا بيستخدموا الذهب مش بس في الزينة والحلي، لكن كمان في المعابد والتماثيل. الفراعنة كانوا بيشوفوا إن الذهب بيمثل الخلود، عشان كده تلاقي كتير من مقابرهم مليانة ذهب، زي مقبرة توت عنخ آمون. الذهب كمان يعتبر رمز للقوة والسلطة. الملوك والأباطرة كانوا بيستخدموه عشان يظهروا قوتهم وثروتهم. زمان العملات المعدنية كانت بتتصنع من الذهب والفضة، وده خلى الذهب يبقى المعيار الأساسي للتجارة بين الدول والحضارات. مش بس المصريين القدماء اللي كانوا معجبين بالذهب، الحضارة الرومانية مثلا كانت بتعتمد عليه في الاقتصاد والتجارة. الرومان كانوا بيستخدموا الذهب في صناعة عملتهم، وكان يعتبر رمز للاستقرار والقوة الاقتصادية. وفي حضارات تانية زي الهند والصين، الذهب كان بيستخدم في الاحتفالات الدينية والمناسبات الخاصة، وكان ليه مكانة خاصة في الثقافات دي لغاية النهاردة. أما الذهب دلوقتي بعد آلاف السنين، الذهب لسه ليه نفس الأهمية تقريبا، لكنه بقى له استخدامات أكتر. أول حاجة، الذهب بقى يعتبر استثمار آمن للناس. الناس بتحب تشتري الذهب وتحفظه عشان قيمته ما بتقلش مع الوقت. في أوقات الأزمات الاقتصادية تلاقي الناس بتشتري ذهب عشان يضمنوا إن ثروتهم محفوظة. كمان الذهب بيدخل في صناعات تكنولوجيا حديثة زي الإلكترونيات، لأنه بيوصل الكهرباء كويس جدا ومش بيتآكل مع الوقت. تلاقي في مكونات الكمبيوتر والهواتف الذكية شوية ذهب صغيرين جدا، لكن مهمين في التكنولوجيا. غير كده الذهب لسه بيستخدم في الزينة والمجوهرات. الذهب دايما كان وما زال رمز للأناقة والفخامة، سواء في المناسبات الكبيرة أو حتى في الحياة اليومية العادية. الدهب كمان بيلعب دور كبير جدا في الاقتصاد العالمي. في حاجة اسمها الغطاء الذهبي، اللي هو النظام اللي كانت الدول بتعتمد عليه عشان تحدد قيمة عملتها. يعني كل عملة كان ليها قيمة معينة من الذهب بتغطيها. النظام ده اتغير في السبعينات، لكن لغاية النهاردة البنوك المركزية بتحتفظ بكميات كبيرة جدا من الذهب كاحتياطي لعملتها. الذهب كمان بيعتبر مؤشر على حالة الاقتصاد. لو سعر الذهب ارتفع، ده ممكن يبقى علامة على إن الناس مش واثقة في الاقتصاد وبتدور على مكان آمن لحفظ أموالها. في الوقت الحالي في ثقافات كتير بتعتبر الذهب جزء مهم من الحياة الاجتماعية. في الهند مثلا الناس بيشتروا الذهب في المناسبات السعيدة زي الجواز والأعياد، وبيعتبروا إن امتلاك الذهب دليل على البركة والرخاء. في الشرق الأوسط الذهب ليس ليه مكانة كبيرة في المناسبات الاجتماعية زي الخطوبة والزواج، وبتلاقي العائلات بتحرص على تقديم الذهب كهدايا رمزية. أما الذهب والأمان المالي فيعتبر أهم حاجة في الذهب إنه بيعتبر ملاذ آمن. يعني في الأوقات اللي بيحصل فيها تضخم أو أزمات مالية عموما في أي بلد، الناس بتلجأ لشراء الذهب عشان قيمته بتفضل ثابتة أو بتزيد مع الوقت. وده اللي خلاه طول التاريخ معدن مهم في الاقتصاد والحياة اليومية. في النهاية الذهب معدن مش زي أي معدن. من آلاف السنين لغاية دلوقتي الذهب فضل رمز للقوة والغنى والاستقرار، سواء كنا بنتكلم عن الحضارات القديمة أو العصر الحديث اللي احنا فيه. الذهب ليه أهمية خاصة دايما. أحب أشكركم على المتابعة. لو عجبكم الفيديو متنسيش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة. وقولولنا في الكومنتات، هل الذهب لسه بنفس القيمة في نظركم دلوقتي ولا لأ؟ سلام.